بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وبعد. الدكتور أحمد كريمة كما سنرى في أحد اللقاءات، يمكن في أكثر من لقاء، يقرر ويكرر ما يذكره بعض العامة أو كثير من العامة، أن بعض العامة يذكر أن السيدة هاجر وأم إسماعيل وإسماعيل دفن في الكعبة، مدفونين في الكعبة داخل الكعبة. ويعني جاء ذكر ذلك في بعض الكتب السير والتاريخ وبعض الآثار الموقوفة، لكن هل صح حديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا الأول نسمع كلام الدكتور أحمد كريمة. لما تيجي النهارده حضرتك بقى المسجد الحرام قدس الأقداس، طبعا بإجماع المسلمين سلفا وخلفا على إن سيدنا إسماعيل وأمه ستنا هاجر مدفونين في حجر إسماعيل. يعني شوف اللي هو عايز علامة الأرز. ما هو ده بقى كان سوى إيه؟ إن قريش لما جت في على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل اقرأ تجدد بيقول لك ان اجماع المسلمين على ان السيده هاجر وسيدنا اسماعيل وامه السيده هاجر مدفونين في الكعبه، في جوف الكعبه. اي اجماع هذا؟ وهل يجمع المسلمون بغير دليل؟ يعني اين الدليل على ذلك؟ الدليل كتب التاريخ، كتب السير مليانه الحق والباطل. أين الدليل على ذلك؟ لا، هذا لا مذكور في القرآن ولا في السنة الصحيحة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونتحدى أن تأتي بحديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن إسماعيل عليه السلام مدفون في هذا المكان في الكعبة، في جوف الكعبة، هو وأمه هاجر، أو في المكان الذي يسمونه خطأ بحجر إسماعيل. ما فيش حاجة اسمها حجر إسماعيل، ما اسموش، ليس اسمه حجر إسماعيل. هذا الحجر هذا لما تهدمت الكعبة قريش جمعت المال الحلال اللي عندهم، لأنهم يعني أخذوا عهد على أنفسهم ألا يرفعوا بناء الكعبة إلا من مال طيب. طيب أنتوا عندكم ليس فيه مهر بغي، وليس فيه ثمن كذا، ولا ربا، ولا مال حرام. طيب عندهم المال الحرام كثير، لكن المال الطيب الحلال اللي هو لم يدخله مهر بغي زانية ولا يعني ربا ولا كذا قليل. فجمعوا قال يا جماعة لا تأتون إلا بمال حلال طيب، فجمعوا ده فقليل، فيعني فقصرت بهم النفقة، فلم يستطيعوا أن يبنوا الكعبة على أسسها الأولى، فانحسرت حتى يعني بقي هذا الجزء اللي هو فيه حجر إسماعيل. طيب يعملوا إيه؟ قالوا إحنا نعلم علامة كده ونبني جدار صغير كده، جدار عليه، لكي نعلم الناس أن هذا من الإيه؟ من الكعبة. ويعني عملنا على قد ما نقدر، وظلت الكعبة على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يغير ما بنوه حتى لا يفتن الناس في بناء آمنوا وأسلموا عليه. هذه هي القصة. ولا دفن فيه إسماعيل ولا دفنت أمه، ولا لذلك سمي حجر إسماعيل، ولا شيء من ذلك، ولا يصح شيء من ذلك. اسمع ماذا قال الشيخ مصطفى العدوي، وهو رجل يعني ملم إماما جيدا بالحديث النبوي، ويعني على معرفة كبيرة بالحديث النبوي وبالأحاديث، ولا يقبل شيء إلا بدليل يثبت. اسمع ماذا قال. هل سيدنا إسماعيل وأمه دفن في الكعبة؟ لا، ما عندنا أي دليل يفيد ذلك. ويطلقون كلمة الحجر، بعضهم يقول حجر إسماعيل، يقول حجر إسماعيل، لكن لم يرد هذا، ده من وارد الحجر. نعم، فهذا كلام لا يصح، لا يصح ولا يثبت، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دليل صحيح على ذلك. فإطلاق ذلك مخالف للأدلة العلمية الصحيحة.